لقاء اليوم هو يرتبط بتنزيل أحكام القانون المتعلق رقم 23/03 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، وهو قانون مستجد تشريعي مهم جدا سيدخل حيز النفاذ بإذن الله يوم 8 جانفي 2025. بطبيعة الحال أدخل أكثر من 400 تعديل على قانون المسطرة الجنائية المعمول به حاليا، وذلك في مختلف المراحل التي تنظم منها الدعوة العمومية، سواء يعني مرحلة البحث التمهيدي، أي مرحلة اللي كتباشرها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، أو أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، أو أثناء عملية المحاكمة يعني بمختلف مراحلها الابتدائية والاستئنافية والنقد، وكذلك في مرحلة تنفيذ العقوبة، حيث أن التعديلات طالت يعني مختلف هذه المراحل الخصومة الجنائية بالشكل الذي يعني أدخل تعديلات أو تغييرات في مناهج العمل الأساسية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة. فلقاء اليوم هو لقاء أولا يعني تعريفي، وفي نفس الوقت لقاء لتدقيق ولتحديد أبرز الأدوار الأساسية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة، وكيفية تنزيل أحكام هذا القانون يعني بشكل عملي. بطبيعة الحال سبق لرئاسة النيابة العامة أن وجهت منشورا يعني مفصلا يوضح كيفية تطبيق مجموعة من الأحكام الواردة في هذا القانون، ولكن كأي نص تشريعي جديد لابد فيه من توحيد الرؤى على مختلف تراب المملكة. فلقاء اليوم السيد رئيس النيابة العامة يجتمع مع جميع وكلاء العامين للملك على يعني على المستوى الوطني لدى محاكم الاستئناف كلها، وكذلك مع السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقد، وكذلك جميع وكلاء الملك في مختلف تراب المملكة، يعني عدد يعني في المحاكم الابتدائية وكذلك المحاكم التجارية. التعديلات الأساسية التي طالها قانون المسطرة الجنائية يعني يصعب حصرها بشكل دقيق، ولكن نبرز بعض منها مثلا يتعلق بمرحلة البحث. اليوم يعني وضعت آليات جديدة سواء لتعزيز طرق التحري والبحث ضد الجريمة، مثل الاختراق، مثل التثبيت والتقاط الصور، وفي نفس الوقت تم تعزيز حقوق الدفاع. فيعني اليوم الدفاع يمكن له يحضر عملية الاستماع أمام الشرطة القضائية بالنسبة للأحداث وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. كذلك نص القانون أنه غادي يتم التسجيل يعني السمعي البصري لعملية التوقيع التي يباشرها الشخص الذي يكون مريض الحراسة النظرية، وهذا المقتضى غادي يدخل بحيز النفاذ بعد صدور نص تنظيمي يحدد كيفية عملية التسجيل. كذلك من حقوق الدفاع الأساسية ما يتعلق باتصال الدفاع بالشخص المحروس، حيث أن القانون لم يعد يعني يحدد أي أجل، فمنذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص يمكن للمحامي أن يتصل به بشكل مباشر أمام الشرطة القضائية. هذه يعني في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أثناء الاستنطاق حينما يقدم الشخص أمام وكيل الملك أو وكيل على الملك، تم تعزيز حقوق الدفاع فيما يتعلق بإمكانية تقديم الأسئلة وتقديم ملتمسات والمقترحات، وهي كلها آليات يعني تدعم وتؤكد يعني مبدأ المحاكمة العادلة الذي يعتمده بلادنا. فاليوم يعني نحن أمام ورش تشريعي هام جدا من شأنه أن يغير معالم السياسة الجنائية الوطنية ويعني يزيد بلادنا إلى الأمام في مجال تعزيز العدالة والمحاكمة العادلة.